وأكرر هنا أنه حتى لو نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات توقيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. Leaders of Egypt and Jordan have said bluntly they have no interest in doing this. Well, they may have said that, but a lot of people said things to me. Well, they could be in Jordan, and they could be in Egypt, and they could be in other places. أنا شايف إن التاريخ هيتوقف كثيرا جدا، وهيحاسب ويحاكم ناس كثيرين جدا ودول كثيرة على موقفها من هذه الحرب. التاريخ هيقف كده، والضمير الإنساني مش هيفضل صامت بالطريقة ديت. ستظل مصر دوما بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني. وأحد أصدقائي في هذه البلاد التي أنا موجود فيها الآن هو رجل قوي جدا، وهو صديقي يجلس إلى جانبي الآن. أشير إليه بالجنرال، وهو يقوم بعمل رائع هو شرف كبير وأقدره عاليا، فخامة الرئيس أو سيادة الجنرال أو الرئيس العظيم، شكرا جزيلا. هناك سبب لاختيار مصر لأنك كنت متعاون للغاية. الجميع أراد استضافة هذا الحدث، ولكن رأينا أنك أنت القائد. سيدي الرئيس، نحن ممتنون لك، شكرا جزيلا لك. You talked about some of the governors. You wouldn't believe how strong. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل يوم يعدي بسلام وأمان على بلدنا مصر.